ده كيوساكي هيبو، عضو في منظمة البندورة الإجرامية وادي النمائي نينجا، ما بيهموش حد، بيمتلك قدرات خارقة للطبيعة وقوة لا يمكن تخيلها، بيقابل مجموعة جنود وبيخلص عليهم، دبابات شغال مفيش مشكلة وطيارات بيدشمل فيهم بكل سهولة، وده غير المدينة اللي في ثواني خلاها عبارة عن دمار. ده ايه الجبروت ده يا عم انت؟ بص يا صديقي، النهارده انا مش جايب لك اي حكايه والسلام، انمي جبار، انمي مولع نار، انمي من الحماس هيخليك نار النار، وصدقني مش اي كلام وخلاص. بس الاهم من كده يا صديقي انك تصلي على الحبيب المصطفى، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. وهيا بنا نبدا سرد الحكايه. بتبدأ الحكاية من قلب أحد السجون، وتحديدا لما بنشوف المساجين بيتراهنوا علشان يشوفوا مين الجامد فيهم، وكان ضحية الحوار ده ولد اسمه هينوميا، عيل نحيف وشكله يصعب عليك، لا وبيصدروا في البلوى اللي انت شايفه قدامك ده. المهم بيبدأ القتال ما بينهم، وعلى عكس اللي كان متوقع هينوميا بيرزع الضخم ده بالبنية بيرقده مكانه. ده القوة الغريبة دي يا اسطى. الأغرب من كده بقى هي عينه اللي كل واحدة فيهم بلون مختلف عن التانية. بعد شوية بيوصل سجين جديد للمكان، اما السجناء فما اقولكش يعني ولا تقول عندهم فرح، ملمومين علشان يتفرجوا ويشوفوا مين العريس الجديد اللي هيشرف عندهم. والمفاجأة ان السجين الجديد ده هو البطل بتاعنا هيوبو. المهم مدير السجن بيقابله بيقول له اهلا بيك يا نجم في سجن الاسبر، وبيعرفه بنفسه. بس صاحبنا هيوبو ولا بيحم حد، وبيرد عليه بيقول له بص يا جدو ما تصدعناش وفكك مني، ولا اقول لك خد البتاعه دي واعتبرها هديه مني ليك. وفي اللحظه دي الشاويش بتاع المدير بيقرب من هيوبو وبيلسعه حته قلم، بيقول له اتكلم بادب يا حلو واركع قدامي، وبلاش تعيش الجو ده، انت حتى مجرد عيل من الاسبر، يعني انت حتى ما تقدرش تستخدم قوتك هنا، يعني زيك زي الكرسي. فبيرد عليه هيوبو بيقول له تحب اوريك اقدر ولا لا. وبمجرد ما صاحبنا بيقول الكلمه دي على طول كل الجنود بيرفعوا اسلحتهم عليه. هنا بيتدخل هينوميا بيقول للجنود فككم منه، ده مجرد عيل صغير. وصاحبنا هيوبو بياخد نفسه وبيروح لهينوميا وبيتعرف عليه هو بس وبيكلمه، بيقطعها الشاويش وبيقول لهم ممنوع الكلام بدون اذن يا حلو انت وهو، وشكل المعلم ده مش ناوي يجيبها البر. في اللحظه دي بيتضايق هيوبو، بمجرد ما بيشاور بايده وبيرفع الطيارات من مكانها وبيرميها على الارض وبتتدمر في ساعتها. وبكده ما بيكونش في حل قدام اداره السجن الا انهم يشغلوا نظام الاي اس بي المضاد لقوه الاسبيري اللي هيوبو بيمتلكها علشان يحدوا من خطر قوته. مش بس كده، كمان بياخدوا هيوبو وهينوميا وبيحبسوهم في سجن انفرادي، وكل واحد فيهم في زنزانه، بس الاتنين بيفضلوا على تواصل مع بعض. وقت ما هما بيتكلموا مع بعض هينوميا بيقول له عارف يا هيوبو انا مش بكره في حياتي غير الاسبيريون ده، غير ان الجزيره دي تعتبر قبر ليهم، يعني بالصلاه على النبي كده يا معلم مستحيل تطلع من هنا حي يا عم هيوبو بما انك واحد منهم. ولما هيوبو بيعرف من هينوميا ان في واحد مصاب كان ملطش له من شويه، وغالبا علشان يتم علاج الراجل ده لازم ينقلوه المستشفى بتاعه الجزيره، فبيقول له بس هي دي فرصتنا علشان نهرب من هنا. بعد كده هينوميا بيقول لهيوبو ما قلتليش بقى مالك متشيك كده ليه ولابس لبس المدرسه بتاعك ده، هو انت عضو في منظمه ولا ايه حكايتك انت؟ فبيرد هيوبو بيقول له عضو مين يا ابني، انا البابا يلا، قصده انا الزعيم يعني. فبيقول له هينوميا خلصانه يا صاحبي، لو طلعنا من هنا اعتبرني معاك في المنظمه بتاعتك. في الوقت ده كان المدير والشاويش متضايقين من هيوبو، الظاهر كده هيبقى في إن في الموضوع. عموما دلوقتي نشوف. بنروح تاني يوم بقى، وتحديدا داخل مطعم السجن. صاحبنا هيوبو لما بيروح علشان ياخد الاكل بيتفاجئ لما بيشوف الطباخ بيرش له حاجه على الاكل بتاعه، بس هيوبو بياخد الاكل بتاعه وبيديه لهينوميا وبيقول له دوق كده يا صاحبي. بعد شويه بيبدا التعب يبان على هينوميا، ولما بيجي علشان يقاتل واحد من السجناء بيلطش له وبيوقعه على الارض. ساعتها بيقرب هيوبو من هينوميا وبيقول له الله ده شكل الاكل طلع مسموم، يا ابن اللئيمه. في اللحظه دي بيجي مجموعه من الجنود وبياخدوا هينوميا للمستشفى. بعد شويه بيفوق هينوميا، بس اول لما بيفتح عينه بيلاقي المعلم هيوبو واقف في وشه، ده غير الدكاتره اللي مرميين جنبه على الارض. في اللحظه دي هيوبو بيبص لهينوميا وبيقول له زي ما قلت لك قبل كده في حاجه لازم اعملها قبل ما امشي، ولو عايز تهرب يلا بينا، ولو عايز تفضل عندك خليك يا عم. ومن الواضح كده يا صديقي ان هيوبو هو اللي مخطط لكل ده من الاول، بدايه من الاكل المسموم اللي استغله وحطه لهينوميا لحد ما مشي ورا الجنود ووصل لهينوميا علشان يهربوا في النهايه. المهم بعد كده بينزلوا الاثنين في نفق تحت السجن، بس بيقابلهم جندي في طريقهم، وعلى طول هينوميا بيخلص عليه، بياخد سلاحه منه وبيفضلوا ماشيين لحد ما بيوصلوا لمكان اشبه بمختبر الابحاث، وده مكان خاص بالجيش. هناك بيشوفوا بنت صغيره، بس في الوقت ده بيظهر مجموعه من الجنود وهيوبو على طول بيرفع ايده وبيطيرهم من مكانهم. وواضح كده ان البنت دي تابعه لمنظمه هيوبو وبتكون واحده من الاسبير بمعنى اصح. وبنعرف ان اداره السجن بيمسكوا اعضاء الاسبير وبيعملوا عليهم تجارب، وده بسبب القوه العجيبه اللي بيملكوها. المهم في الوقت ده بيوصل مدير السجن للمكان وبيقول لهيوبو انت جاي علشان تنقذها مش كده؟ عند امك يالا، ده انا هخليكم الخدم بتوعه من هنا
رايح لان السبير ملهمش حقوق عندي. هنا بقى المدير بيعمل اشاره بايده ووقتها بيظهر وحش ضخم من اللي اتعمل عليهم التجارب واللي بيستخدم قوه الاي اس بي المضاده لقوه السبير. هيوبو بيقول له ببرود هو ده، على طول بيرفع ايده وبيوجه له ضربه قويه جدا بيشق الارض من تحته، بس الوحش بيصد الضربه دي في النهايه. بيفضل القتال شغال ضربات من هنا وضربات من هناك ومفيش حد فيهم بيتاذى لان الاثنين تقريبا قاريين افكار بعض، بس بتبدا الكفه تميل للوحش لما بيواجه ضربه قويه لهيوبو وبيرزعه في الارض. في الوقت ده المدير بيكون مبسوط باللي بيقدمه الوحش بتاعه، وخصوصا ان قدره الاي اس بي بتاعت الوحش من المستوى السابع، يعني هيكون من الصعب هزيمته من الاخر كده. هنا يسكت، لا والله بيمسك السلاح بتاعه بيضرب الوحش في دماغه. هنا بقى الوحش بيتجنن اكتر وبيوجه ضربه لهنوميا اللي شكله كان بيمتلك جزء من قوه الاسبير، وده ظهر لما صد الضربه اللي كانت متوجهه ليه. في الوقت ده هيوبو بيقرب من البنت علشان يطمن عليها، بس بيتجنن لما بيلاقي في سلك اختبار متعلق في ايديها. هنا بقى هيوبو بيفعل اقصى قوته اللي بتدمر الارض من تحته بحركه واحده بس، بيلزق الوحش في الحيطه وكمان بيفجر المكان باللي فيه. بيطلعوا من المكان بعد كده، ولما بيجي هيوبو علشان يمشي بيستغرب لما بيلاقي جدار زجاجي قدامه فبيكسره بايده. وهنا بقى كانت المفاجاه، المكان كان محاط بخلفيه مزيفه وكمان بيظهر على الجدار ده سفينه عملاقه، بينزل واحد منها اسمه ماجي واللي بيكون عضو في نفس المنظمه اللي فيها هيوبو، واللي على طول بيبص للمساكين وبيقول لهم انتوا بقيتوا احرار خلاص من النهارده. اما هيونيما فبيركب السفينه مع هيوبو وبينضم للمنظمه. بس الغريب ان بعد شويه بنشوف هيونيما بيتواصل مع الرئيس بتاعه من خلال عينه الغريبه دي وبيقول له انا اتسللت بنجاح للمنظمه الاجراميه باندورا زي ما خططنا بالظبط. وفي تاني يوم هيوبو بياخد صاحبه الجديد هينوميا وبيعرفه على باقي افراد المنظمه وبيقول لهم ان هينوميا بيملك قوه الموموتارو، يعني بمعنى اصح هو عنده القدره انه يوقف قوه الاي اس بي اللي بيملكها الاخرين. في الوقت ده هيوبو بيقول ليوجوري انت تقدري تقرا افكار هينوميا مش كده؟ يوجوري بتحاول تقرا افكاره ولكن مش بتقدر في النهايه وكمان راسها بتوجعها، وده ان دل على حاجه فبياكد على القوه اللي هينوميا بيتمتع بيها. بعد شويه بنشوف هينوميا بيتمشى مع ماجي على السفينه، بس صاحبنا بيتفاجئ لما بيلاقي طفلين موجودين في المكان، فبيقول له ماجي ان الطفلين دول بيملكوا قوه سبير علشان كده عائلاتهم تخلوا عنهم، وهنا بقى جه دورنا احنا كمنظمه البندوره اننا نربي الاطفال دول. وقبل ما ماجي بيمشي بيقول لهينوميا بص يا صاحبي لو عايز تعمل اي حاجه روح اعملها، واحنا لو احتاجنا منك اي حاجه هنبلغك يعني ما تقلقش، وبيسيبه وبيمشي. المهم صاحبنا هينوميا بيقضي اليوم عادي خالص، وبالليل بيتواصل مع الرئيس بتاعه بيقول له هو انت متاكد فعلا ان دي منظمه البندوره الاجراميه؟ اصلا انا شايف ان هم بيتعاملوا بشكل طبيعي جدا وشكلهم كده ما يقولش ان هم مجرمين خالص. فبيرد الرئيس عليه وبيقول له بص يا هينوميا سيبك من اللي انت حاسس بيه ده، ولازم تعرف ان كل اللي على السفينه دول بينتموا للعالم السفلي لاكثر منظمات الاسبير اجراما على مستوى العالم. مهمتك دلوقتي انك تكمل التحقيق بتاعك وتتصل بيا بمجرد ما تعرف مكان المنظمه دي. في نفس الوقت ده بقى كان ماجي بيتكلم مع هيوبو بيقول له بص بصراحه كده انا مش مرتاح لصاحبك الجديد هينوميا ده. فبيرد عليه هيوبو بيقول له خلاص يا عم ولا تزعل نفسك، احنا هندخل هينوميا معانا في المهمه اللي جايه وهنعرف بنفسنا اذا كان هو مخلص ولا خاين زي ما انت بتقول كده. بينتقل بينا المشهد بعد كده لتاني يوم، وتحديدا لما هيوبو وصاحبه بيروحوا للمخزن بتاعهم وبياخدوا هينوميا معاهم، وبيظهر لنا ان هم شغالين في تهريب الاسلحه دي، ده غير ان كل حاجه عليها ختم المنظمه بتاعتهم. صاحبنا هينوميا اول لما بيشوف الاسلحه دي بيقول في دماغه الله هي مش دي الاسلحه اللي اتسرقت من اللوفر. هنا بقى هيوبو بيقرب منه بيقول له خير بتفكر في حاجه يا هينوميا؟ المهم بعد كده بيطلعوا من المخزن، وفي الوقت ده ماجي بيستعمل قوته وبيطلع جناحاته وبيطير لحد ما بيوصل لمكتب واحد كان بيراقب تحركاته، بيكسر الازاز وبيستعمل قوته اللي شبه الخيوط دي وبوم بيلزق الراجل في الحيطه. بعد كده ماجي بيروح للمهمه بتاعتهم الجديده، وهنا هيوبو بيبص لهينوميا انت لسه قاعد يلا اتحرك بسرعه. هينوميا بيقوم زي اللهبل مش عارف يروح فين، بس هو واقف بيسمع حد بيقول له تعالى وبيوصف له المكان، وفعلا بيطلع يجري للمكان ده. واول لما بيوصل بيشوف وهو بيطلع موجات صوتيه من بقه عاليه جدا، ده غير الراجل اللي لمعته تحت رجله. هنا بتظهر موموجي وبتقعد تجري ورا شخص تبع لعائله مالديني، وبالمناسبه ده نفس الشخص اللي كانوا هيتاجروا معاه الليله، بس الغريب انها بترزعه في الحيطه بعد كده. وبالنسبه للموجات الصوتيه اللي كان بيعملها دي كانت بغرض ان هي تعزل الصوت اللي ممكن تصدره الضحيه علشان محدش يقدر يسمع صوت استغاثته. لما الدنيا بتلاقي بنشوف هيوبو عامل اجتماع مع صديق قديم ليه اسمه كارلو، وده بيكون رائد، والغريب ان نفس الوقت ده بيكون هينوميا ماسك السلاح بتاعه منشن على الراجل ده ومستني الاشاره من هيوبو، وطبعا ده اختبار قوي جدا لهينوميا علشان يثبت اذا كان هو خاين فعلا ولا لا. المهم بعد شويه بيدي هيوبو الاشاره لهينوميا انه يضرب، بس الحاج ده مش بيقدر يعمل اي حاجه وبيفضل يتفرج وخلاص. هنا بقى رجاله كارلو ده بيفهموا ان في ايه في الموضوع، وعلى طول بيطلقوا رصاصه بتخترق جسم هيوبو. الغريب ان بيظهر في الوقت ده اكتر نسخه من هيوبو، والاغرب بقى ان هينوميا بيلاقي هيوبو واقف وراه هو وماجي يلاقوا بيقول له جدع يا هينوميا نفذت الخطه بالضبط. خطه ايه يا عم انت هتهزر معانا؟ بعد كده هيوبو بيطلع سلسله من معاه بيعلقها في رقبه هينوميا وبيقول له حاول ما تقلعهاش بقى. بعد كده هيوبو بيعمل حركه بايده وبينتقلوا للمكان الاجتماعي اللي كان فيه من شويه، وهناك ماجي بيطير راس كارلو من مكانه تماما. وهنا كانت المفاجاه ان كارلو ده مش الشخص الحقيقي، لا ده ما هو الا جسم روبوت، اما الحقيقي فبيكون محبوس في مكان تاني، وده بسبب القوه الاسطوريه اللي بيملكها من السبير. المهم في اللحظه دي هيوبو بيروح عند الشباك وبيخاطب كارلو وهو في مكانه وبيقول له انا عارف اننا اصحاب من زمان يا كارلو، بس انا هزعل عليك يا صاحبي بصراحه. هنا بقى كارلو بيرفع ايده وبيوجه ضربه قويه جدا باتجاه هيوبو، بس التاني
التاني بيتصدى للضربه دي بكل سهوله. مش بس كده، كمان بيفعل اقصى قوته وبيوجه الضربه القاضيه لكارلو بيفرتكه في مكانه، وده غير المدينه اللي بقت اشبه بقطعه من الدمار. بعد كده الكل بيتجمع مع بعضه على السفينه بتاعتهم من تاني ويحتفلوا بعد ما المهمه بتاعتهم تمت بنجاح. بينتقل بينا المشهد بعد كده لمملكه مونراك الاوروبيه، وتحديدا الاحتفاليه المنظمه بمناسبه ذكرى تاسيس المملكه دي. والقائمه على الاحتفاليه دي هي الاميره صوفي، واللي دايما مشهوره بدورها في دعم التعايش السلمي مع الاسبير وباقي السكان من البشر. بعد كده بنشوف اتنين نازلين من عربيه وبنعرف ان هم ممثلين للبلد بتاعتهم، وبيكون واحد فيهم اسمه ميناموتو والتاني اسمه ساكاكاكي. بنروح بعد كده لمكان الاحتفاليه، وهناك بيكون المكان مليان بالضيوف وكل واحد فيهم بيمثل دولته، وده غير اعضاء الاسبير اللي موجودين في المكان. المهم الاتنين دول بيتفاجئوا لما بيلاقوا هيوبو وفاروق موجودين في المكان، وعلى طول بيروحوا ناحيتهم. المعلم هيوبو اول لما بيشوفهم بيقول لهم هي ايه الصدفه الغريبه دي، بس عموما اهلا بالباشا ميناماتو ومرحب بالدكتور الرغاي ساكاكاي. ساكاكاي بيقرب من هيوبو بيقول له هو انتوا ايه اللي جابكم هنا؟ بيرد عليه بيقول له ايه يا عم مالك في ايه؟ على فكره احنا تم دعوتنا برضه، بس انا اللي دعتنا، بس ما تخافش احنا جايين هنا علشان نشوف المنافقين اللي بيفكروا بس يكونوا اعدائنا في المستقبل. وعموما الاحتفاليه دي ما تهمنيش باي حال من الاحوال، ولا اقول لك سلام يا صاحبي وبياخد هيوبو فريقه وبيمشي. بس في اللحظه دي ساكاكاي بيقرب من هيوبو بيقول له انا عارف انك مش ساذج للدرجه دي علشان تيجي هنا للسبب ده وبس، يا ريت تعرفني الحقيقه. بس هيوبو بيطنشه وبيسيبه وبيمشي. وفرقعت صباع بس بيقطع عليهم النور، ولما النور بيشتغل تاني من تاني بيلاقوا كلمه بندوره مكتوبه على الجدار. الوزراء بيكونوا قلقانين من اللي حصل، بس بيدخل عليهم ميناموتو وساكاكي وبيعرضوا عليهم المساعده بما انهم عارفين منظمه البندوره كويس جدا بحكم ان هم اتقابلوا معاهم كتير قبل كده. وقت ما هم بيتكلموا بيدخل عليهم واحد من الحراس وبيوريهم فيديو مسجل واللي ظهر فيه ان منظمه البندوره خطفت الاميره صوفي. في اللحظه دي بيبص وزير الدفاع لساكاكي وميناموتو وبيقول لهم هتقدروا تساعدونا؟ فبيرد ساكاكي وهو مبسوط كمان بيطلع فلاشه من معاه وبيقول له عيب عليك. وده طبعا لما شد هيوبو من هدومه واستغل اللحظه دي وسرق الفلاشه منه. في نفس الوقت ده هيوبو بيكون بيراقب بهم من بعيد وبيكون مبسوط ان هم بيتحركوا في نفس الخطه اللي هو اصلا راسمها بالظبط. نروح بقى للاميره اللي اول لما بتفوق بتقول انا فين، ده غير الشباب اللي واقفين مشرفين قدامها. وقفتهم لوحدها ترعب والله. بتقول لهم انت مين؟ فبيرد ماجي عليها وبيقول لها احنا البندوره، بس ما تقلقيش احنا مش هنأذيكي. لما بتساله انتوا خطفتوني ليه اصلا فبيقول لها هيوبو لو قلت لك مش هتصدقي، بس اللي طلب مننا خطفك هي البنت الصغيره دي. وده طبعا لان يوجري اتنبأت بعمليه الاغتيال اللي الاميره هتتعرض ليها. والغريب بقى ان الاميره بتكون هاديه جدا على عكس المتوقع، وبتقول لهم ان هدفها مساعده الاسبير، وده غير ان هي هتسمح بوجود الاسبير هنا في المملكه بتاعتها. بس المعلم هيوبو بيطنش الكلام ده وبيسيبها وبيمشي. وعلى الجانب الثاني ساكاكي بيقول انا عارف ليه هيوبو خطف الاميره، وده لان الاميره كانت تتعرض لعمليه اغتيال في قلب الاحتفال، وبيفهموا ان هيوبو هدفه كان انقاذ الاميره مش اكتر. في الوقت ده يوجري كانت قاعده مع الاميره، وبعد شويه بيخرجوا هما الاثنين من الاوضه وبيروحوا لهيوبو وهينوميا، وهناك بتبص الاميره لهيوبو وبتقول له اسمح لنا نخرج انا ويوجري علشان انا عاوزه افرجها على المملكه بتاعتي وكده. يعني هيوبو مش بيعمل حاجه غير انه بيروح ليوجري بيقول لها انت عاوزه ايه؟ فبتقول له بصراحه كده انا عاوز اخرج وما تقلقش انا هحمي الاميره. في النهايه بيكون رد هيوبو ان هو بيوافق على الاقتراح ده، وطبعا هينوميا بيبقى هيتجنن ازاي خطفنا الاميره بهدف انقاذها وانتوا دلوقتي بتسمحوا لها ان هي تمشي في المدينه كده عادي. فبيقول له هيوبو ما تقلقش انا مرتب خطه هتعجبك قوي. وعلى الجانب الثاني بنشوف وزير الدفاع بيدخل على ميناموتو وساكاكي وهو متفاجئ وبيقول لهم تعالوا كده. بيوريهم عدد النسخ الكتير اللي ملهاش نهايه اللي ماليه المملكه وبتشبه الاميره صوفي بالظبط. واضح كده يا صديقي ان هيوبو ليه يد في الموضوع ده من خلال انه عمل تنويم مغناطيسي بحيث ان مفيش اي حد يعرف يتعقب اثر الاميره. بنشوف بعد كده العصابه المسلحين بيكسروا باب بيته وبيدخلوا فيه وشكلهم كده مفكرين ان الاميره هنا، بس بيتفاجئوا لما بيلاقوش الاميره، والمفاجاه الاكبر ان هم بيلاقوا هيوبو واقف هناك ومستنيهم. في نفس الوقت ده بقى الاميره صوفي يوجري بيتجولوا في المملكه ومعاهم هينوميا اللي بيكون بيتابع تحركاتهم تحسبا لاي حاجه ممكن تحصل. هينوميا بيجي له اتصال من هيوبو بيقول له خد بالك من الاميره لان التنويم المغناطيسي اللي انا عامله مش هيطول كتير، وخلي بالك وخليك عارف انك انت الوحيد اللي تقدر تتعقب الاميره من غير ما تشتغل باقي النسخ المزيفه معاك، لان زي ما انت عارف يا صديقي ان قوه هينوميا بتلغي تاثير قوه الاسبير عليه. في الوقت ده هيوبو كان منايم افراد العصابه جنبه على الارض، وده طبعا بعد ما روق عليهم لانهم كانوا جايين بهدف اغتيال الاميره، وده طبعا لانها ودوده مع الاسبير، والعصابه مش حابين كده لانهم معاديين للاسبير من الاساس. بنرجع بقى لميناموتو اللي بياخد الفلاشه اللي ساساكي كان سارقها من هيوبو وبيحطها على اللاب علشان يشوف فيها ايه بالظبط. بس الغريب ان المعلومات اللي عليها بتطلع ارقام واحصائيات لميزانيه الوزاره وسجلات البرلمان الخاصه بمملكه مونراك. علشان كده وزير الدفاع بيقفل اللاب وبيقول لميناموتو استنى عندك بقى صاحبي كده لان المعلومات دي سريه جدا وخاصه بينا وما اقدرش اخليكم تشوفوها. ميناموتو بيكون مستغرب ايه اللي جاب كل المعلومات المهمه دي على الفلاشه. وعلى الجانب الثاني بنشوف الاميره ويوجوري ومعاهم هينوميا بيكونوا واقفين قدام دار ايتام، بس في اللحظه دي بيوصل ميناموتو وباقي الوزراء للمكان، وهنا بقى بنشوف واحد بيرفع المسدس بتاعه بيضرب طلقه باتجاه الاميره، بس هينوميا بيزق الاميره على جنب بس للاسف بيكون اتصف في كتفه. والهجوم ده بحجه ان الاميره استعملت ميزانيه الدوله علشان تعمل صندوق تمويل لحمايه الاسبير، والمفروض الفلوس دي كان يتم صرفها في حاجه مفيده.
المعلم ده بيفضل يقرب من الاميره وبيفضل يهددها بسلاحه ده، وهنا بتحصل المفاجاه وهي ان يوجيري بتتضايق وبتفعل اقصى قوتها وبتكون مستعده للهجوم. بس في اللحظه دي بيوصل هيوبو للمكان وبيحط ايده على كتفها وبيقول لها ما تقلقيش يا يوجيري ان جنبك اهو. وهنا بقى بتهدى يوجيري من تاني ولا كأن اي حاجه حصلت. اما هيوبو فبيرفع ايده ناحيه المعلم اللي كان ماسك السلاح ده وبيسيحه من ايده، وده غير ايده اللي اتصابت هي كمان. ميناموتو بيروح لهيوبو عايز يتكلم معاه، بس هيوبو بيقاطعه وبيقول للاميره معاك اهي، احنا كده عملنا اللي علينا، وخليني اقول لك ان ما يلزمنيش القعده في المملكه دي. وبتكت صباع هيوبو وهنوميا ويوشوري بينتقلوا من المكان. بعد كده بنشوف هيوبو هو على سفينته وبيكون في طريق عودته لليابان من جديد. وفي الوقت ده هنوميا بيتواصل مع الرئيس بتاعه واللي بيحييه على النجاح بتاعه في المهمه، ولما بيساله ايه عرفت توصل للجزء المركزي من السفينه، فبيرد هنوميا وبيقول له بصراحه لحد دلوقتي لسه، بس ما تقلقش انا عندي خطه للموضوع ده. فبيقول له الرئيس ما تنساش ان انا اخترتك للمهمه دي بنفسي وده بسبب مهاراتك، فعشان كده الفشل مش مسموح لهنوميا وانا مستني التقرير اللي انت هتبعته لي. في نفس اللحظه دي بيظهر ميناموتو وساكاكي وبيكونوا راكبين في طيارات وطايرين فوق السفينه وعايزين يلقوا القبض على هيوبو. نرجع بقى لهنوميا من جديد اللي بيقعد يدور على الجزء المركزي الخاص بالسفينه، بس في الوقت ده بتظهر يوجوري ويو من وراه، بس الاخير بيقول له مالك يا صاحبي، اكيد انت عارف ان مش مسموح لاي حد بالدخول للمكان ده غير اعضاء المنظمه، يعني تقدر تقول كده انك مش مدعو هنا. بس في اللحظه دي بتشتغل انذارات السفينه معلنه ان في دخلاء على السفينه، وعشان كده بيجي امر ليو وهنوميا ان هم يلاقوا الدخلاء دول ويقبضوا عليهم لانهم بداوا يهددوا امن السفينه، ده غير افراد الطاقم اللي بيسقطوا واحد ورا التاني. في الوقت ده يوجيري بتدي السنجاب بتاعها لهنوميا وبتقول له خليه معاك وهو هيساعدك. بعد كده بنشوف القوات اللي مع ميناموتو بيقولوا له احنا تابعين لقاعده بابل اليابانيه المؤيده لمختبر الاي اس بي. ودي التقيله بقى كمان بيقولوا لهيوبو وباقي اعضاء المنظمه ان هم رهن الاعتقال بنص القانون الدولي. في نفس الوقت ده بتظهر بنت تبع لقاعده بابل وبتكون طايره في الهواء، واول لما هيوبو بيشوفها بيقول ما بدهاش بقى، بيسيب القياده الماجي وبيطلع علشان يواجه البنت دي، واول لما بيشوفها بيتضح ان هو يعرفها، وبما انه عاوز يرحب بها على طول بيستخدم قوته وبيوجه ضربه ناريه للبنت دي، بس البنت بتصد الضربه بكل براعه. بيدور قتال شرس جدا ما بينهم وضربه من هنا وضربه من هناك. وعلى الجانب الثاني بنشوف هنوميا بيقبض على واحده من الدخلاء، بس فرحته مش بتكمل لان بيظهر بنت جديده اسمها الشيهو وبتكتفه بالحبل بتاعها وبتنيمه على الارض. نرجع بقى لهيوبو من جديد واللي ماشي بمبدا المزاوله، بيختفي من مكانه ويظهر في الثاني وبيفاجئ البنت بضرباته والبنت يعني متبهدله وراه. نرجع بقى لشيهو اللي بتحاول تقرا افكار هنوميا بس بتفشل في النهايه، وهنا بقى هنوميا بيفهم ان البنتين دول بيكونوا من الاسبير التابعين لليابان. المهم البنتين بيقعدوا يدوروا لو معاه اي حاجه يقدروا من خلالها يوصلوا للمقر الرئيسي للسفينه، بس مش بيلاقوا اي حاجه، وده لان طبعا لسه ما خدش الثقه من هيوبو والتواجد في مكان زي ده. لحد هنا والدنيا فل بالنسبه لهنوميا بحكم ان الحلوين دول ما خدوش منه معلومه مفيده. وما تنساش يا صديقي ان السنجاب بتاع يوجيري كان مع هنوميا وقتها، علشان كده شيهو بتمسك السنجاب وبتشوف لو معاه اي حاجه، فبتلاقي معاه ميداليه على شكل هيوبو، ودي طبعا هتساعدها للدخول للمقر. هنا هنوميا بيفهم ان هم عاوزين يخترقوا امن السفينه، وعشان كده بيقول لهم ما تاخدوني معاكم على الاقل، هكون رهينه مفيده ليكم لحد ما تخرجوا من هنا. فعلا بتعجبهم الفكره وبياخدوه معاهم. ونروح بقى الماجي اللي بيكون بيراقب القتال ما بين هيوبو والبنت اللي معاه، بس في اللحظه دي بتظهر شيهو واوي. شيهو بتستخدم السلاح بتاعها وبتكتف ماجي في مكانه وعلى طول بترمي قنبله ضوئيه بتحجب الرؤيه في المكان. اما اوي فبتستغل اللحظه دي وبتلزق جهاز في جدار الحمايه بتاع السفينه، وبكده هم بقوا مسيطرين على السفينه حرفيا وبيختفوا بعد كده من المكان بعد ما خلصوا مهمتهم. نرجع بقى لهيوبو اللي بيستغرب لما بيلاقي السفينه غيرت المسار اللي كانت ماشيه فيه، وفي الوقت ده برضه البنت بتسيبه وبتمشي. بعد كده هيوبو بيرجع للسفينه من تاني، ولما موموجي بتحاول تشيل الجهاز اللي متعلق في جدار الحمايه مش بتقدر، علشان كده هيوبو بيقول للباقي الفريق انا هروح اواجههم لوحدي امانته فحاولوا تحموا ظهري. ولما هيوبو بيجي علشان ينتقل من المكان هنوميا بيمسك فيه بسرعه، بينتقل معاه وبيوصل لسفينه ميناموتو والبنات الثلاثه اللي معاه. المهم هيوبو بيوصل لمكان الاسرى واللي يو كان واحد منهم، وبتكت صباع كان هيوبو نقل كل الاسرى اللي في المكان ده، غير انه فجر مكان الزنزانه دي. في اللحظه دي بتظهر الملكه اكاشي والبنتين اللي معاها، وهنا هيوبو بيبص لهنوميا روح انت سوق السفينه وانا هتولى امرهم بنفسي. صاحبنا بيسمع الكلام ولما بيطلع بيتفاجئ لما بيلاقي فوجيكو مديره بابل قدامه بتكون ماسكه جهاز بتتحكم في سفينه هيوبو من خلاله، ولما هنوميا بيهجم عليها علشان ياخد الجهاز منها بتخبطه بالرجل بتلزقه في الارض. البت دي شكلها قويه زي هيوبو بالظبط، ده حتى انها بتنتقل من مكان للتاني بكل سهوله، بس بسبب الامواج بيختل توازن فوجيكو، وعلى طول هنوميا بيستغل الفرصه وبيهجم عليها وبيفقدها قوتها لبعض الوقت وبيكسر الجهاز اللي كان معاها. وفي الوقت ده بتبدا سفينه هيوبو تستعيد مصيرها من تاني، وبما ان هنوميا خلص مهمته فبيطير في الميه، بس هيوبو بيظهر وبيلحقه وبيرجعه للسفينه مره تانيه. وهناك ماجي بيدي لهنوميا الميداليه اللي من خلالها يقدر يدخل المقر، وده طبعا بعد ما وثقوا فيه. في نفس الوقت ده بنشوف فريق منظمه بابل واقفين قدام هيوبو وفريقه وعاوزين يحاصروهم علشان يقبضوا عليهم، وده بيكون بمساعده البنتين اللي بيمسكوا في رجل الملكه اكاشي وبيتحدوا مع بعض وبيفعلوا قوه الدفاع الثلاثي وبيقربوا من السفينه اكتر، وعشان كده بيقرر هيوبو انه يواجههم. طبعا هنوميا في الوقت ده بيكون مستغرب من اللي بيحصل حواليه ومن الملكه دي اصلا، علشان كده ماجي بيتكلم وبيقول احنا البندوره مش منظمه اجراميه زي ما انت فاهم،
وبتكمل موموجي وبتقول لها بالعكس احنا بنحارب لهدف واحد بس، هو اننا نحرر السبير اللي تعرضوا للاضطهاد من الناس العاديين مش اكتر، وننقلهم لعالمهم الخاص، وكمان عايزين ننقذهم من الملكه اكاشي واللي السفينه دي بتكون العرش بتاعها بالمناسبه. نرجع بقى لهيوبو اللي بيرفع ايده بيفعل اقصى قوته وبيبص للملكه وبيقول لها تعالي لي بقى. بيعمل موجه عاليه جدا باستخدام قوته كانت كفيله ان هي تقضي على قوه اتحاد الملكه والبنتين اللي بيقعوا بعد كده قدامه، وبكده بتنجح سفينه البندوره انها تستعيد السيطره على نفسها من جديد وبتعمل جدار حمايه اقوى من الاول، ده غير ان السفينه بتتجاوز الكل وبتعدي من الجدار الوهمي للسماء وبيختفوا بعد كده من المكان. وفي تاني يوم بنشوف الشله واخدين يوجيري وبيفسحوها، وصاحبنا هينوميا الوضع مش راكب معاه لانه عايز خبط ورزع والكلام ده، وعشان كده بيبص ليوبي يقول له انا نفسي افهم هو انتوا جيتوا هنا ليه؟ فبيرد يوبي يقول له شكلك بتموت في الاكشن انت. عموما بص يا سيدي احنا لازم نهدي الامور شويه، ده زائد ان السفينه بتاعتنا خربت بعد اخر مهمه ودي هتاخد وقت علشان تتصلح. على الجانب التاني بنشوف سفينه ماشيه في قلب البحر وبتفضل ماشيه لحد ما بتوصل لمكان مقفول، وبمجرد ما الباب بيتقفل معالم السفينه بتتغير بشكل كلي. الله دي طلعت سفينه البندوره. كمان بينزل منها هيوبي اللي بيقابل واحد اسمه ماسل وبيقول له السفينه عندك اهي يا صاحبي اعمل اللي انت عايزه بقى، وبيسيبه وبيمشي. نرجع بقى للشله من تاني ودول ما طلعوش بيفسحوا يجري وخلاص، كمان بقت سواق ما هي فرصه بقى، وطبعا الكل مبسوط ما عدا صاحبنا هينوميا اللي شايل الهم، وده لان ماجي متشطر عليه ومشايله شنط قده مرتين. جنبهم بنشوف موموجي اللي بتحاول تشتري اي حاجه ليوجيري بس التانيه مفيش حاجه بتعجبها، ومش كده بس بتبص لموموجي وبتقول لها هو انتوا مالكم متحكمين فيا كده ليه؟ انا اقدر اشتري بنفسي على فكره، وبتسيبها وبتطلع تجري. في اللحظه دي ماجي بيبص لهينوميا على طول وبيقول له بلاش البصه دي وفكك من الله يسترك، بس ماجي بيتجاهل كلامه وبيقول له الحق البنت بسرعه قبل ما يحصل لها حاجه. هينوميا بتهز الشهامه وبيطلع يجري زي النعامه بسبب الشنطه اللي على ظهره دي لحد ما بيوصل ليوجيري اللي بيلاقيها واقفه قدام محل بيع بطاقات تعويذ، يعني ضاقت عليك يعني. المهم هينوميا مش بيرضى يزعلها وبيجيب لها اللي هي عايزاه، وهم راجعين بيشوفوا مدينه المناهي جنبهم، فعلى طول هينوميا بيقول ليوجيري ما بدهاش بقى يلا بينا. بس في الوقت ده بنلاحظ ان في شخص مجهول بيراقب فيهم، ونروح بقى لهيوبو اللي بيعمل شويه تموه بيدخل لمستشفى من غير ما حد ياخد باله. بنرجع بقى لهينوميا من جديد اللي بيدخل هو يوجيري للملاهي وبيروق عليها، وبعد شويه هينوميا بيحس ان في حاجه فعلى طول بيقول ليوجيري خليكي هنا على ما اجيب حاجه تشربها، وفعلا بيفضل يتمشى لحد ما بيلمح المعلم اللي بيراقبه ده، والغريب ان الشخص ده بيطلع ميناموتو. هينوميا بيقول له مالك مشغول بينا ليه يا صاحبي؟ فبيرد ميناموتو بيقول له لا مش زي ما انت فاهم، انا جاي عشان عايزك في كلمتين بما انك محقق تبع للولايات المتحده. طبعا هينوميا بيتفاجئ ازاي المعلم ده عارف الحقيقه دي، خصوصا ان مفيش اي حد يعرف السر ده. المهم بيروحوا الاثنين لمكان تاني علشان يكملوا كلامهم، وصاحبنا هينوميا قاعد ينكر الكلام وبيحور ومش عايز يعترف بالحقيقه، لدرجه ان ميناموتو بيقول له اذا كان انا يا ابني خدت بالي انك بتستعمل تقنيه الاشتباك المتلاحم ودي تقنيه خاصه بجيش الولايات المتحده. فبيرد عليه هينوميا وبيقول له لا 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 ده دليلك ضعيف خالص. هنا بقى بتظهر فوجيكو مديره بابل بنفسها وبتقول له خلاص عاوزك تبرر لي بقى ايه اللي جايبك هنا لليابان، وميناموتو بيقول له يلا بقى قول اللي عندك يا هينوميا. وبالنسبه ليوجيري ما تقلقش عليها لان في واحد من رجالتنا بيراقبها واخد باله منها كويس. فبيرد عليهم هينوميا وبيقول لهم طب انتوا عاوزين مني ايه دلوقتي؟ ميناموتو بيقول له ان منظمه بابل عاوزه تقضي على البندوره دفعه واحده ومفيش حد هيقدر يساعدنا غيرك بما انك وسطهم، وكمان تقدر توفر لنا معلومات من جوه. بيضغطوا عليه اكتر ان هو لو رفض يساعدهم هيبلغوا البندوره ان في جاسوس امريكي وسطهم. هنا بقى هينوميا بيبقى في موقف لا يحسد عليه وبيبقى مجبر ان هو يوافق على الاقتراح بتاعهم. نرجع بقى ليوجيري اللي بتشوف طفل بيبكي وبتفهم انه تاه عن اسرته، فبتستعمل يوجيري قوتها وبتنجح ان هي تحدد مكان اسره الطفل. المهم اول لما الطفل بيروح لابوه بيقول له ان البنت دي ساعدتني، وفي اللحظه دي الراجل بيبدا يقلق وبيقول معقوله البنت دي تكون من السبير، وعلى طول بياخد زوجته وابنه وبيبعدوا عنها بسرعه. الكلام ده بيوصل لرجاله الامن اللي على طول اول لما حد فيهم بيقرب من يوجيري وبيمسك ايدها البنت بتخاف وبتستخدم قوتها وبتحول المكان كله لساحه من الوهم والرعب. طبعا الكل بيترعب وبيهرب من المكان لحد ما بيوصل هينوميا وبيستعمل قوه عينه وبياخد يوجيري على جنب وكل حاجه بترجع طبيعتها مره تانية. في الوقت ده بتظهر ماجي ويقوم موموجي للمكان، وده بعد ما حسوا بالقوه اللي فعلتها يوجيري وجايين يشوفوا في ايه. بيختفوا بعد كده كلهم من المكان، وبالليل بنشوف هينوميا قاعد مع موموجي وبيقول له انا ملاحظ حاجه فيكم، انتوا بتتعاملوا مع بعض كانكم عيله واحده بالظبط، هو انتوا ايه حكايتكم؟ فبترد موموجي وبتقول له وانا صغيره المدينه بتاعتي كان فيها حرب اهليه، وفي ليله من الليالي بيتنا اتفجر باللي فيه وما فضلش غيري، وفجاه لقيت طياره فوقي وقلت بس دول جايين علشان ينقذوني، بس استغربت ان هم بيقولوا لبعض ان انا من السبير وكانوا عايزين يقتلوني، وفجاه ظهر واحد اسمه شيرو هجم على الطياره ودمرها وانقذني، وفي الوقت ده ظهر هيوبو وكان شايل يو على ايده، وهنا بقى فهمت ان اللي امر بانقاذي هو هيوبو، اللي على طول قرب مني ومديلي ايده قال لي ان الحياه كسبيرها هتكون قاسيه جدا عليكي وغالبا هتتقتلي في النهايه، فلو انت عايزه تنتقمي ما عنديش مانع تعالي وانا هساعدك، ولو عايزه تعيشي بسلام مفيش مشكله هوفر لك اللي انت عايزاه برضه. بعد كده موموجي بتقول لي لهينوميا غالبا كل اللي موجودين هنا مروا بنفس الظروف وصاحب الفضل كله هو هيوبو، علشان كده احنا بنعتبر نفسنا عيله واحده. بعد شويه بيتم عمل احتفاليه بمناسبه عيد ميلاد هيوبو وبيوزعوا عليه الهدايا. في الوقت ده هيوبو بيكون زعلان وبيقعد يفكر هل هيفضل عايش لعيد ميلاده الجاي ولا لا، وخصوصا انه لما دخل للمستشفى اخر مره لقى جسمه متدشمل من جوه، وبكده موته بقى اقرب من اي وقت عدى.
عدى. اما هينوميا بقى فواقف محتار قدام شخصيته الغريبه، وخصوصا ان هيوبو قتل عدد كبير من الاعضاء الاوليين في مدينه بابل، وفي نفس الوقت هو بيبذل قصارى جهده علشان ينقذ حياه اي شخص من الاسبير. فهي حكايه المعلم هيوبو ده بالظبط. تعالوا نرجع فلاش باك للماضي علشان نكتشف السر ده مع بعض، تحديدا لما بنشوف هينوميا في مقر قوات الجيش، وهناك المعلم بيعمل مشاكل كتير جدا مع الجنود علشان يتم طرده من المكان. ولما بيكون ماشي بيوقفوا راجل كبير وبيقول له انا جاي هنا علشان اساعدك واكشف لك مهاراتك. بنعرف ان الراجل ده بيكون تبع لقسم الاي اس بي للتحقيق الامريكي، وكان هو السبب في انضمام هينوميا للقوات الامريكيه وبقى محقق تبع ليهم بعد كده. وبالمناسبه ده نفس الراجل اللي شفنا هينوميا بيتواصل معاه اكتر من مره. بنرجع بعد كده للحاضر من جديد، وبنشوف هينوميا بيتواصل مع الزعيم بتاعه واللي بيقول له شد حيلك كده وشوف خطه علشان نوصل للجهاز، واول ما ترتب دنيتك كلمنا على طول. نروح بعد كده لسفينه البندوره، وتحديدا لما ماجي بيتكلم مع هيوبو بيقول له ان هم بعتوا واحده تانية للشرق الاوسط في المنطقه اللي فيها مشاكل، وعشان كده لما يقابلوهم بعد كده هيبقى عددهم اكبر ويعرفوا يتصدوا لاي حاجه ممكن تحصل. فبيرد هيوبو بيقول له عاش يا صاحبي انت كده زي الفل. بس في اللحظه دي بيحس هيوبو بألم في قلبه جامد جدا، بس بيتحمل على نفسه ومش بيظهر ده لماجي. بعد كده بينزلوا لقلب السفينه، وهناك ماجي بيقول لهيوبو ان هم وصلوا المعلومات عن جهاز ضخم بيكون من النوع المتطور من الاس بي الجديد، وعشان كده بيخططوا ان هم يسرقوه قبل ما يوصل لايد البشر اللي ناويين يستخدموها علشان يقضوا على الاسبير. في اللحظه دي هينوميا بيقعد يفكر، بيقول طب انا لو كملت مهمتي مع الجهات الامريكيه اكيد كل الفريق ده هيموت. هيوبو لما بيلاقي هينوميا دماغه مشغوله وسرحان في حاجه بيقول له مالك يا معلم مش في حالتك كده المعتاده يعني. فبيرد عليه هينوميا بتوتر بيقول له لا مفيش حاجه. صاحبنا يو اول لما بيلاقي هينوميا مش مرتاح كده بيقول له تعالى يا صاحبي، وبياخده هو وموموجي وبيلعبوا بلياردو مع بعض. بعد شويه هينوميا بيبص ليو بيقول له انا عاوز اعرف ليه منظمه بابل بتكرهنا بالشكل ده. فبترد موموجي وبتقول له ده موضوع قديم. هينوميا بيقول لها فهمت، انا سمعت ان انتوا اذيتوا منظمه بابل. يو موموجي بيقول له في نفس اللحظه مين اللي قال لك الكلام ده؟ فبيرد هينوميا بتوتر بيقول لهم ايه في ايه، ده مجرد شائعات سمعتها وانا في سجن الاسبير. طب انا عايز افهم ايه السبب طيب. فبترد موموجي دي حاجه ما نقدرش نتكلم فيها، لو عايز تعرف الحقيقه روح كلم هيوبو بنفسك. وقت ما هم واقفين بتدخل عليهم يوجيري وشكلها كده شافت كابوس ولا حاجه صحاها من النوم، فبتنادى على هينوميا علشان يقرا لها حدوته قبل النوم. صاحبنا اول لما بيخلص الحدوته بتاعته والبنت بتنام بيسيبها وبيروح للمكتب، وهناك بيمسك كتاب بالصدفه وبتقع منه صوره من الكتاب ده وبيكون فيها هيوبو. كان معاه مجموعه تانية بس الغريب انه بيكونوا في مدينه بابل اصلا. في الوقت ده هينوميا بيحس بحركه جنبه، وهو بيتضح في الاخر ان هو هيوبو اللي ماسك كتاب سحري وبيستدعي واحد اسمه اتسومي. والغريب ان الراجل ده بيقعد يلتفت حواليه يمين وشمال. اتسومي بيكون عارف هيوبو كويس، ولما بيشوف الكتاب بتاع هيوبو اللي عليه دم ده بيقول له بس انا كده فهمت يا معلم، ده زايد ان انا بقيت مجرد شبح وما عنديش جسم زي الاول من الاساس. بس الغريب ان اتسومي لما بيجي يسال عن فوجيكو مديره بابل والبقيه هيوبو بيقول له بص بدل ما تتكلم كتير خد شوف الورقه دي. اتسومي اول لما بيشوف الورقه بيفهم ان السفينه دي بتستخدم عالي ايه هيتشوجو اللي مات في الحرب، يعني السفينه دي محميه بواسطه الاموات. وبعد شويه كلام هيوبو بيرفع شعره وبيظهر علامه غريبه في وشه، والاغرب من كده ان هيوبو بيقول انا هبيد اي انسان طبيعي موجود على وجه الارض. في اللحظه دي بيحسوا ان في حد بيراقبهم، وإيتسومي بيهجم على صاحب الصوت بكتاب كان جنبه، بس في الاخر ما بيشوفوش حاجه لان المعلم كان هرب. ولان الحلو ما بيكملش هيوبو بيفهم اللي كان هنا كان هينوميا لانه لقى السلسله اللي كان مديها له قبل كده. بنرجع بقى لهينوميا اللي بيطلع يجري لحد ما بيوصل فوق السفينه، ولما بيلاقيش السلسله بتاعته بيفهم انه كده خلاص هينكشف امره ومفيش اي مفر. وفي تاني يوم هيوبو بيقابل هينوميا وبيقول له خد السلسله بتاعتك اهي من غير ما اتكلم في اي تفاصيل. ولما هيوبو بيجي علشان يمشي هينوميا بينده عليه وبيقول له انا سمعت من موموجي ان انت عايز تعمل عالم خاص بالاسبير، هل من العدل انك تقضي على كل الطبيعيين علشان تحقق هدفك ده؟ فبيرد عليه هيوبو بسؤال تاني وبيقول له انا لو عملت كده انت بقى سلامتك هتتحاز لانهي واحد؟ وبقول لك ايه يا ريتنا نبوظ المهمه بتاعت بكره. بالليل بقى بنشوف هينوميا بيتواصل مع الرئيس بتاعه بيقول له انا بكره هتحرك علشان اخد الايه هيتشجا، فيا ريت تخلي رجالتك مستعدين. فبيرد الرئيس طيب وهيوبو وفريقه، فهينوميا بيقول له لا ما تقلقش انا هسرب معلومات لمنظمه بابل وساعتها هيشتتوا انتباههم. نروح بقى لتاني يوم وتحديدا في مكان العمليه الجديده، ومن غير اي تضييع وقت هيوبو بيستخدم قوه الموجات الصوتيه بتاعته وبيدمر كاوتش العربيات اللي ماشيه. هنا ماجي بيقرب من السواق بيقول له خليك حلو كده وسلم الحموله اللي معاك دي بدل ما استخدم العنف معاك. بس في اللحظه دي بتظهر طيارات حربيه فوقهم، ومش كده وبس كمان سواق العربيه ده طلع ميناموتو وبيمسك المسدس في ايده وبيقول لهم ارجعوا ورا بقى. هيوبو بيفهم ان ده فخ والظاهر كده ان حد وصل للخطه بتاعتهم. ولما هيوبو بيسال ميناموتو امال فين الملكه، ولما ميناموتو مش بيرد عليه فبيقول له خلاص يا صاحبي ما تزعلش نفسك انا هروح من السفينه بنفسي. في الوقت ده ميناموتو بيكون مصدوم وبيقول هو عارف خطتنا ازاي، وماجي بيستغل اللحظه دي وبيشد المسدس من ميناموتو. اما هيوبو فبيمشي باتجاه السفينه. هينوميا في الوقت ده بيقابل ساكاكاكي اللي بيديله موتوسيكل وبيقول له اركب. نرجع لهيوبو من جديد اللي بيتفاجئ لما بيلاقي الملكه اكاشي في وشه قبل ما يوصل للسفينه، واللي بتقول له مش هسمح لك ترجع للسفينه دي من تاني، السفينه هتغرق دلوقتي. ولما هيوبو بيتجاهلها بتقرر اكاشي ان هي تستخدم العنف وتهجم عليه.
ايه؟ بس على مين يا حبيبي؟ لان في اللحظه دي هيوبو بيفعل اقصى قوته وبيلزقها في الحيطه بيحط عليها بمعنى صح. البت بتتبهدل خالص فبياخدها هيوبو بيطلعوا في عماره جنبهم، بس في الوقت ده هيوبو قلبه بيوجعه جامد. على الجانب الثاني هينوميا بيستغل انشغال هيوبو وباقي الفريق وبينطلق لحد ما بيوصل لمقل البندوره، بس بيتفاجئ لما بيلاقي يوشيري قدامه. طب وبعدين هينفذ الخطه بتاعته ازاي؟ فعشان كده المعلم بيقول لها روح انت اوضتك وبيسيبها وبيروح لمكان الجهاز، وعلى طول بيتواصل مع الرئيس وبيقول له على فكره انا وصلت لايد الهيتشيكو. فبيرد الرئيس عليه وبيقول له طب تمام انت كده عملت اللي عليك، انا دلوقتي هبعت لك فريق علشان ياخدوا الجهاز ده. فهينوميا بيقول له بس يا ريت بسرعه قبل ما هيوبو يخلص على منظمه بابل ويرجع، وبلاش التدخل العسكري لان الموضوع مش مستدعي يعني. واول لما هينوميا بيخلص اتصاله بيتصعق في مكانه لما بيلاقي هيوبو واقف وراه بيقول له اهلا بك ايها المحقق السري هينوميا، وزي ما انت شايف دي النقطه الحيويه في سفينتي فمش هسمح لك تاخدها بكل البساطه دي يعني. وبالمناسبه انا كنت شاكك فيك من مده وعشان كده انت هتموت هنا يا هينوميا زي ما انا مت بالظبط. الله يعني ايه الكلام ده؟ يا ترى هيوبو يقصد ايه بكلامه؟ تعالوا بقى نرجع للماضي علشان نكتشف السر ده مع بعض. من فتره طويله كانت في حرب في دوله اليابان تسببت في اضرار كبيره، وهيوبو في الوقت ده كان عنده 8 سنين. المهم صاحبنا هيوبو قرر انه يرجع لموطن ابوه في دوله اليابان من جديد، بس المره دي ايوه للاسف مش موجود لانه مات من مده. المهم هيوبو بيقابل صاحب ابوه بنته فوجيكو بتقول له اول لما بتشوفه انت بقى اللي ابوك اتبناك بالقوه الخارقه اللي عندك؟ فبيقول لها ايوه. فبترد فوجيكو بتقول له خلاص من النهارده تقدر تعتبرني اختك. وبنعرف بعد كده ان فوجيكو برضه عندها قوه خارقه، وده ظهر لما كانت بتحرك الشنطه من غير حتى ما تلمسها. ولما هيوبو وفوجيكو بيرجعوا للبيت بيدخل عليهم قائد الجيش الامبراطوري ايجي وتوسومي ابو فوجيكا. بيكون معاهم ايتسومي اللي بيطلب من هيوبو ان هو يساعده بالقوه اللي بيملكها علشان ينقذ العالم من الخطر. بيقرب ايجي منه وبيقول له ايه رايك تنضم لينا في وحده اي اس بي الخاصه، ودي وحده عسكريه مكونه من الاسبير برضه، وده غير اننا هنطور قوتك لمستويات ابعد من كده بكتير. هنا فوجيكو بتعترض وبتقول له بطلوا كدب، انتوا عاوزين تنهبوا حقوق الناس العاديين وعاوزين تستغلوا الاسبير علشان تحققوا هدفكم. في الوقت ده هيوبو دماغه بتبقى مشوشه لانه مش فاهم اي حاجه، وعشان كده ايجي بيقول له خلاص يا عم هسيبك تفكر براحتك خالص، بس خليني اقول لك ان مش هدفنا نستغل الاسبير في الحروب المنتشره دلوقتي. وبما ان الكلام مش على هوا فوجيكو فعلى طول بتاخد هيوبو وبيطلعوا من المكان. وفي تاني يوم ايجي وايتسومي بيروحوا لمقر الاجتماعات بتاعهم كالعاده، بس بيتفاجئوا لما بيلاقوا هيوبو وفوجيكو قاعدين قدامهم وكمان موافقين ان هم ينضموا لوحده الاي اس بي الخاصه بيهم. وبعد مرور سنه بنشوف هيوبو بيروح للساعاتي علشان يصلح ساعه قديمه علشان تذكار من ابوه. بعد كده بيطلع علشان يدور على فوجيكو، بس وهو ماشي بيخبط في الظابط من غير ما ياخد باله. المهم ان الظابط ده بيديله شويه كلام وحشين وبيتريق عليه بسبب اللبس اللي هو لابسه. في الوقت ده بتوصل فوجيكو وبتبص للضابط وبتقول له بقول لك ايه فكك من اخويا علشان العمليه مش ناقصاك، ويا ريت تروح تشوف شغلك بعيد عننا، ولا انت بتتعامل كده علشان احنا من الاسبير يعني؟ فبيرد الضابط وبيقول لها انت بتقولي ايه يا مفعوصه انت، احنا لازم نتحد مع بعض وبلاش الكلام الاهبل ده. فوجيكو تسكت لا والله، بتاخد الايس كريم اللي كان في ايدها وبتلزقه في وش الضابط وبتقول له اتكلم معايا عادل يا سعاده الباشا، ولازمتها ايه بقى سعاده الباشا يعني؟ ولما بيجي الضابط علشان يضربها فوجيكو بتقابله بالرجل وبتوقعها على الارض. في الوقت ده بيوصل ايتسومي والمساعد بتاعه بيقول لفوجيكو يعني انت ضاقت عليكي مش مكفيكي تضربي ضابط عادي، رايحه تضربي لي ضابط بحريه؟ ساعتها فوجيكو بتحط ايدها على وشها وبتقول يا واعي سودا والله ما كنت اعرف يا عم. ونتيجه لكده بتتفرض الاقامه الاجباريه على كل الوحدات في قصر تسويومي كعقاب لفوجيكو على اللي عملته في الضابط. على الجانب الثاني هيوبي بيقول لفوجيكو ما تروحي تعتذري اللي عملتيه، فبترد بتقول انا ما عملتش حاجه غلط. في اللحظه دي بيدخل عليهم واحد من الوحده بتاعتهم اسمه شيجا وبيقول لفوجيكو ما تشغليش دماغك باللي حصل انت. نروح بقى لكبار منظمه الاي اس بي واللي بيكونوا متضايقين جامد من اللي حصل وازاي عيال زي دول يوقعونا في مشاكل مع ضباط البحريه. فبيرد ايجي بما اننا محتاجين قوتهم فلازم نتحمل اي حاجه ممكن يعملوها في سبيل ان احنا نحقق هدفنا في النهايه، مش كده ولا ايه؟ وخصوصا ان في حرب كبيره على الابواب من القوى العظمى، بس بيبان على كبار المنظمه ان هم مش حابين فكره وجود الاسبير وسط الصفوف بتاعتهم وكمان عاوزين يقضوا عليهم. ولكن ايجي بيفضل يحاول بكل الطرق علشان يقنعهم وبيقول لهم احنا لازم نثبت لقوات البحريه قوتنا علشان يعترفوا بينا كقوه عسكريه، وعشان كده احنا لازم نعلن الحرب ضد البحريه، وانا اقدر اغرق سفن الاسطول بالكامل في لمح البصر، وده لاني في معلومات جات لي ان القوات البحريه طلبوا استدعاء طيارات حربيه علشان يحاربونا، ولو قدرنا نقضي عليهم هنحفر اسامينا بالذهب وسط الجيش بالكامل، ده غير ان نظره الكل لينا هتتغير. ومن غير تضييع وقت الكل بيتجمع وبيخططوا للحرب اللي هتكون في الجو من خلال المبارزه واحد ضد واحد. وعشان كده فوجيكو بتقول للقائد ايجي خلاص الشخص ده هيبقى انا بما ان انا السبب في كل اللي حصل، بس ايجي بيتجاهلها وبيبص لهيوبو بيقول له انت اللي هتنفذ المهمه دي يا بطل، وصاحبنا بينصدم ولسانه حاله انت بتقول ايه يا عم انت؟ يعني ما لقيتش غيري ضايقت عليك هي يعني؟ وعشان كده بيبداوا يدربوا هيوبو ازاي هيطير في الجو ويقاتل في نفس الوقت، واكتر حد كان يدعمه في الوقت ده هي اخته فوجيكو. وفي تاني يوم المعلم هيوبو بيمسك سلاحه وبيفضل طاير في الجو ومستني الحلو اللي هيبرزه واللي بيكون ضابط في البحريه بالمناسبه. المهم بعد شويه الضابط بيوصل للمكان بالطياره بتاعته وبيبدا يطارد هيوبو اللي بيدوخه علشان يقرب منه.
في الوقت ده واحد من المنظمه اللي فيها هيوبو بعت طائر قريب من هيوبو علشان يصور تحركاته اللي على طول بيبعتها له في المقر. بنرجع بقى لهيوبو اللي قاعد يطير من مكان للتاني والضابط وراه مش سايبه وكمان بيضرب عليه نار. في الوقت ده هيوبو بيقول ان مفيش حل غير ان ازود سرعتي، بس المعلم بيحس ان حركته بقت ابطا وكأن في حاجه بتشده من رجله. على الجانب التاني بقى فوجيكو بتكون قلقانه على هيوبو وبتسال القائد ايجي هل بالنظام ده هيوبو هيقدر ينتصر في النهايه. طبعا كل اللي كانوا موجودين بيكونوا مشفقين على هيوبو وخصوصا ان هو لسه عيل صغير وصعب يتصرف في قتال شرس زي ده، بس بيرد عليهم القائد ايجي وبيقول لهم انا اللي اخترته بنفسي وانا عارف انا بعمل ايه كويس جدا، وعشان كده بقى عاوزكم تتفرجوا وتشوفوا اللي هيحصل، لان كل ما الواحد بيتحط في ضغط اكتر كل ما قوته الحقيقيه بتظهر على حقيقتها. نرجع بقى لهيوبو اللي بيكون قاعد يزقل في قائد الطياره، بس بالشكل ده مش هيعرف يصمد لفتره طويله وخصوصا انه بيهرب وخلاص ولسه ما جربش السلاح اللي في ايده حتى. وكل ما هيوبو يقرر انه يستخدم قوه الاسبري اللي بيملكها بيرجع في كلامه لانه بيقعد يفتكر ابوه اللي كان بيضربه علشان ما يستخدمش القوه دي تاني، وده لان امه ماتت بسبب نفس القوه دي برضه، فابوه كان خايف يحصل لهيوبو نفس المصير. وبرضه في نفس الوقت بيفتكر كلام القائد ايجي ليه لما قال له ان القوه اللي معاك دي هديه من ربنا ليك، فاكيد لازم تستغل الهديه دي في انك تساعد الناس، يعني مفيش داعي تخاف من حاجه وبما انك دلوقتي في وسطنا فتصرف على طبيعتك، ولو مش عايز تستعمل قوتك برضه الموضوع في ايدك، بس ساعتها هتكون زيك زي اي حد عادي مالكش اي موهبه. في اللحظه دي هيوبو بيتاثر بكلام القائد وبيعلي سرعته اكتر واكتر وبيتفادى كل ضربات الطياره بكل براعه، وكمان بيمسك سلاحه وبيضرب باتجاه الطياره وبينتصر في النهايه. وطبعا هيوبو بيبقى مبسوط بطريقه ما تتوصفش، بس في اللحظه دي القائد ايجي بيقول له سيبك بقى من اللي انت عملته ده لان دلوقتي احنا في حاله طوارئ، وخصوصا ان في غواصه مجهوله الهويه ظهرت في المياه القريبه فلازم تروح هناك بسرعه وتشوف الموضوع ده. نروح بقى لمكان الغواصه وهناك بنشوف عدد كبير من قوات الاي اس بي موجودين في المكان ومعاهم هيوبو، ولما بيجي واحد من الجنود يقرب من سواق الغواصه بيقول له عرفني بقى انت مين وشغال لصالح مين. صاحبنا السواق مش بيعمل اي حاجه غير انه بيلف السلاح ناحيته وبيقعد يضرب عليه، بس المعلم بيهرب وبيفهم ان الغواصه دي شكلها كده في مهمه خاصه، ولو قبضوا عليه بالقوه مش بعيد ان هم يفعلوا وضع التدمير الذاتي بالغواصه وبرده كده مش هيوصلوا لاي معلومه. بعد شويه الغواصه بتنزل تحت الماء من جديد، ولما المعلومات بتوصل للقائد ايجي بيقول لهم الظاهر كده ان دول تبعين للقوات الامريكيه واحنا علاقتنا معاهم دلوقتي مش احسن حاجه فبلاش ندخل معاهم في اي صدام احنا في غنى عنه. بعد شويه بيظهر مجموعه من الدلافين وللوهله الاولى بيظهر ان الموضوع طبيعي، بس بيتضح بعد كده ان هم من الاسبير وعاوزين يساعدوهم في الهجوم على الغواصه، بس فجاه ويا عيني على المفاجاه في صاروخ بيتضرب على واحد من الدلافين بيفرتك واحد منهم في غمضه عين، ومش بيفضل غير 2 منهم بيعوموا بسرعه لما بيلاقوا في صاروخ جاي ناحيتهم، وهنا بقى هيوبو بيقرر انه لازم يساعدهم علشان كده بيرمي كل اسلحته وبينزل في الميه، ووسط ما الكل بيصرخ وبيقول بلاش حياتك هتكون في خطر، بس صاحبنا اللي في دماغه بينزل في قلب الميه وبيفعل قوته وبيعمل درع قوي جدا بيفجر الصواريخ بعيد عن الدلافين. بينجح بطلنا الصغير في مهمته وبيرجع هو وباقي الفريق للقائد ايجي من جديد وبيبقى مبسوط بالانجاز اللي هو عمله، وعشان كده بيطير على القائد وبيحضنه لانه وثق فيه ودعمه كمان. وفي الوقت ده الكل بيكون فخور بهيوبو وبيدور البطولي على الرغم ان هو لسه طفل ما عداش ال8 سنين. وبعد كام سنه هيوبو بيدخل على القائد وهو متعصب وبيقول له انت سمعت عن القصف اللي حصل لهيروشيما امبارح؟ فبيرد القائد بكل هدوء بيقول له ايوه الظاهر كده ان ده نوع جديد من القنابل. بيكمل القائد كلامه بيقول له بص يا هيوبو انتوا عملتوا اللي عليكم بس دلوقتي الحرب دي انتهت خلاص ودلوقتي ما عادش قدامنا حل غير اننا نستسلم ونريح دماغنا. هيوبو ساعتها بيرد وبيقول له لا مستحيل. فبيرد القائد وبيقول له انت عارف يا هيوبو ان دولتنا ما عندهاش قوه كبيره تساعدنا ان احنا نكمل الحرب، ده غير ان كل اصحابك مصابين. ساعتها بيرد عليه هيوبو بيقول له ما عنديش مشكله انا اقدر احاربهم لوحدي، على الاقل اوقف القنبله الثانيه قبل ما تيجي علينا. بعد كده القائد بيقرب من جهاز غريب مكتوب عليه ايتاتشي وهيوبو بيقرب من الجهاز وبيساله هو ايه ده؟ فبيرد عليه القائد وبيقول له تعالى الدولفين اللي انفجر، وبعد شويه تحاليل ظهر ان هم عندهم القدره على الاستبصار وعرفنا بعد الحرب ان عدد الاسبير هيزيدوا اكتر. وهنا وش القائد بيتغير وبيقول له هيوبو انت اللي هتقودهم وهتدمر العالم. هيوبو كان متفاجئ وبيقول له انت بتقول ايه يا عم انت؟ في اللحظه دي بتحصل حاجه غريبه وهي ان القائد بيرفع المسدس على هيوبو وبيقول له انا بشكرك على جهودك معانا طول السنين اللي فاتت دي، بس انا ما اقدرش اخلي الجيش المحتل يعرف اننا صنعنا وحش زيك. وفجاه بيضرب طلقتين في هيوبو على طول بيقع على الارض ودمه بيبدا يسيل في كل مكان. بيكمل القائد كلامه بيقول له انا مش هخليك تبقى عدو للبشريه وقوتك دي كانت ليا انا وبس، وبيضرب كمان طلقه في دماغه. وفي الوقت ده القائد بيفكر نفسه قضى على هيوبو وتخلص منه خلاص، ولكن فجاه هيوبو بيقوم من جديد والمره دي شكله بقى مرعب جدا وعلى طول بيقوم وبيهجم على القائد بيفرتكه تماما. ومن اللحظه دي وهيوبو اعتبر ان البشر العاديين خانوه وعشان كده مش هيسامحهم مهما حصل. بنرجع بعد كده للحاضر من جديد وفي الوقت ده بنشوف الرئيس إيلين جايب الاسطول بتاعه وفي طريقه لهينوميا، بس طاقم الاسطول بتاعه لسه مش عارفين يحددوا مكان سفينه البندوره. وعلى الجانب الثاني بنشوف هيوبو بيرفع ايده وبيرمي قطعه معدنيه على هينوميا بس في الاخر بيهرب وبيتفادى الضربه لحد ما هيوبو بيضربه بكابل معدني بيوقعه على الارض. هنا بقى هينوميا حلوله بتنتهي وعشان كده بيطلع المسدس بتاعه بيوجهه ناحيه هيوبو
هيوبو بس مش بيرضى يضرب. هيوبو بيقول له انت مش ناوي تضربني ولا ايه؟ فبيرد هينوميا بيقول له هدفي مش ان اضربك يا هيوبو، لان مهمتي هي الحصول على الاي اتش جا من غير اي مشاكل. فهيوبو بيقول له مهمه ايه يا ابو مهمه وانت اصلا مجرد عميل خاين. الكلمه دي بتعصب هينوميا جامد، ولا على طول بيطلع يجري على هينوميا وعايز يضربه، بس يضرب مين؟ ده الكاريزما بتاعنا ده. على طول بيتفادى الضربات بكل سهوله، بس بيتضح ان هينوميا ما كانش عاوز يضرب هيوبو، لا دي كانت مجرد حركه عملها علشان يروح باتجاه الاي اتش جا، وعلى طول بيحط ايده على الجهاز وبيستخدم قوه عينه وبيعطل جدار الحمايه بتاع السفينه. في نفس اللحظه دي رئيس هينوميا وباقي الفريق بيوصل لهم اشاره بمكان السفينه اللي هيوبو كان خفيها عن الانظار اصلا، وعلى طول الطيارات والاسطول بيتجهوا لمكان السفينه بعد ما حددوا مكانها. نرجع بقى لهيوبو وهينوميا من جديد، وفي الوقت ده بيسمعوا قائد من القوات الامريكيه بيقول نداء لكل الموجودين على السفينه استسلموا حالا وسلموني الجهاز، لان ببساطه ما عندكمش خيار تاني، وده لاننا مش هنسمح لمجموعه من الوحوش زيكم يهددوا البشريه انهم يعبروا البحر. هنا هيوبو بيسكت وبيقعد يفكر هيتصرف ازاي، بس في اللحظه دي بتتعرض السفينه لضربه قويه جدا، ده غير ان في عدد كبير جدا من المركبات المسيره بيهجموا على السفينه واحده ورا الثانيه. في الوقت ده هيوبو بيتجنن وبيقرر ان هو لازم يطلع علشان يواجه شويه الدخلاء دول، ضربه من هنا وضربه من هنا وبوم، بيدمر كل المركبات حواليه وبيحول المكان لجحيم من النار. بس برضه العدد كان كبير جدا ومفيش حل قدام هيوبو غير انه يدمرهم، وعشان كده بيفضل يحطم فيهم. بيبعد هيوبو عن السفينه واحده واحده، وفي اللحظه دي طيارات الرئيس بتستغل الفرصه وبيهبطوا على السفينه، وده بعد ما نجحت المركبات المسيره في انها تجذب انتباه هيوبو. بيبدا الجنود في اقتحام السفينه، ولما بيجوا علشان يخطفوا اطفال الاسبير بتظهر باتي قدامهم وبتبعد الاطفال عن الجنود وبتبعتهم لاوضه ثانيه، وعلى طول بترفع ايدها وبتكون عايزه تهجم على الجنود، بس بتتفاجئ لما بتلاقي الجنود شايلين اجهزه الاي اس بي اللي بتمنع تفعيل قوتها. بينتقل بينا المشهد بعد كده لماجي ويوموموجي واللي بيكونوا متحاصرين من قوات ميناموتو لحد ما بيوصل ماسل والمدفع بتاعه بيضرب طياره حربيه من فوقهم. على طول الثلاثه بيتحركوا بيدشملوا الجنود، ولما بيجوا علشان يهجموا على ميناموتو في الوقت ده بيوصل اتصال لميناموتو من منظمه بابل وبيقول لهم ان السفينه بتاعه البندوره اتعرضت دلوقتي لهجوم قوي من القوات الامريكيه، وبما ان منظمه بابل كانت عاوزه تعتقل هيوبو وفريقه قبل ما يحصل الهجوم الامريكي ده، فدلوقتي الوضع اتغير. عشان كده ميناموتو بيسيب ماجي ويوموموجي وبيرجع لهيوبو علشان يحمي سفينتهم في ظل الخطر اللي بيهدد وجودهم ده. نرجع بقى لسفينه البندوره من تاني، وهنا بنشوف القوات الامريكيه بيقتحموا السفينه وبياخدوا جهاز الاي اتش جا. في الوقت ده هينوميا بيكون متضايق اللي حصل الهجوم العسكري ده، ومع ان ما كانش متفق مع الرئيس بتاعه على كده اصلا. بعد شويه بيوصل ماجي وباقي الشله، وعلى طول اول لما بيدخل السفينه بيقابل 4 من الجنود، وعلى طول بيستخدم قوتهم وبيرميهم، مفيش وقت للضرب يا صاحبي. نروح بقى للرئيس إيلين، وقت ما كان بيتجول على السفينه بيقابل يوجري. عند ماجي بقى بيفضل ماشي لحد ما بيوصل للاوضه اللي فيها باتي وباقي الاطفال، ودلوقتي مهمه باتي وموموجي هي اخلاء الاطفال من السفينه، اما ماجي ويو فهو يروحوا علشان يدافعوا عن السفينه. نروح بقى ليوجري والجنود اللي بيحاصروها وبيقربوا عليها باستخدام اجهزه الاي اس ام، ونتيجه لكده البنت بتتعب وبيغمى عليها. نرجع بقى لهينوميا من جديد، واول لما بيطلع في السفينه بيقابل الرئيس إيلين، بس بيتفاجئ لما بيلاقي يوجري مربوطه وراه، ولما بيطلع يجري عليها الجنود بيمنعوه. فعلى طول بيبص للرئيس وبيقول له بس ده ما كانش اتفاقنا يا ريس، انت قلت لي انك مش هتقرب من الاطفال. فبيرد الرئيس وبيقول له بس دي مش طفله عاديه، اللي قدامك دي وحش يا هينوميا، والقبض عليها امر ضروري لحفظ سلام البشريه. هنا بقى هينوميا بيتضايق وبيوقع الجنود وبيرفع السلاح بتاعه على الرئيس وبيقول له سيب يوجري، هي مش وحش زي ما انت بتقول، ولازم تعرف ان الاسبير بشر زيك زيهم برضه. ساعتها الرئيس بيطلع سلاحه وبيقول له انت بقيت زيهم، طب من هنا وماشي كل سجلاتك كمحقق هتتمحي بشكل نهائي وهتاخد نفس مصير هيوبو وفريقه. على طول بيضربوا رصاصه في صدره وبيقع هينوميا على الارض في ساعتها، وبيسحب الرئيس باقي القوات وبيطير من على السفينه بعد ما اخد يوجيري وجهاز الاي اتش معاه. نرجع بقى لهيوبو اللي بعد ما بيدمر كل المركبات المسيره بيرجع للسفينه من تاني، وبعد ما بيشوف اللي حصل بيقول للماجي السفينه في عهدتك يا صاحبي، وبيسيبه وبيطير ورا القوات الامريكيه. في اللحظه دي هيوبو بيفعل اقصى قوته بيقول له تعالوا لي بقى، بيرفع ايده بيدمر مجموعه تانيه من المركبات المسيره، وفي نفس الوقت بنشوف هينوميا زي القرد ما فيهوش حاجه، وبيتضح ان الرصاصه جت في السلسله اللي كان لابسها، وسبحان الله السلسله اللي هيوبو اداها له هي اللي انقذت حياته. اما هيوبو فبيتجه ناحيه الاسطول وبيدشمل فيهم بقوته لحد ما طاقته بتنفذ وبيقع من فوق. هينوميا لما بيشوف هيوبو بيقع على طول بيطلع يجري عليه، وكل ده وسط الهجوم العنيف من القوات الامريكيه على السفينه اللي بقت عباره عن لهيب من النار. ده غير ان الميه بدات تدخل جوه السفينه والوضع بقى صعب حرفيا. هيوبو وقع في قلب الميه، وكل ده هو بيفتكر كلام ابوه اللي حذره من انه يستخدم قوه الاسبير لان هيجي عليه وقت وهتجيب اجله. بس في اللحظه دي هينوميا بينط في الميه وبيشيل هيوبو لحد ما يقوموا على السطح، وهنا كانت المفاجاه، وهي ان المكان كله كان عباره عن جحيم من كتر النار الموجوده في المكان، وما عادش في اي اثر للسفينه. المفاجاه الثانيه بقى هي ان فوجوكو بتظهر وبتاخده للقصر بتاعها علشان تعالج هيوبو على ايد الدكتور ساكاكاكي. المهم بعد شويه هيوبو بيبدا يفوق، واول لما بيقعد في مكانه بيلاقي فوجيكو في وشه، وبدل ما يشكرها على ينقذها ليه بيقول لها هو انا طلبت منك تنقذيني؟ فبتقول له يا عم اسكت. فبيقول لها طب فين هينوميا، كنت عاوز اكلمه في حاجه. فبترد عليه وبتقول له مفيش حد
هنا. بس قول لي بقى، عندك فكره ليه الولايات المتحده عملت كل اللي حصل ده؟ فبيقول لها هيومو انا ما عنديش حاجه علشان اقولها، زائد بلاش تعيش دور الاخت الكبيره لان مفيش داعي للكلام ده بما اننا تفرقنا عن بعض من زمان. على الجانب التاني بنشوف هينوميا نايم على السرير في مكان اشبه بالمختبر وقصاده الدكتور والملكه اكاشي والبنتين اللي معاها. المهم هينوميا بيكون في جهاز متركب في راسه وبنشوف واحده من البنتين بتستخدم قوتها وبتزرع حاجه اشبه بالشريحه في دماغ هينوميا وبتكسرها، وده لان الشريحه دي كان فيها نظام تتبع كانت زرعته الولايات المتحده في دماغ هينوميا علشان يراقبوا موقعه وتحركاته، وبكده هيفقدوا الاتصال بهينوميا نهائيا. بعد كده هينوميا بيسال الدكتوره امال فين هيوبو، فبترد الدكتوره بتقول له مش لازم تعرف وده لسلامتك، هو انت مفكر هيوبو هيعفو عن خاين زيك بكل سهوله كده؟ هو انت عبيط ولا ايه؟ بمجرد ما الملكه اكاشي والبنتين بيسمعوا الكلام ده بيفهموا ان هيوبو لسه عايش، علشان كده بنشوف البنت بتستخدم سلاحها وبتكتف الدكتوره، وده طبعا بعد ما قرأت افكارها وعرفت مكان هيوبو. ولما بيجوا علشان يمشوا هينوميا بينادي عليهم ما تاخدوني معاكم، فبترد الملكه اكاشي وبتقول له لازم تعرف انه مش هيوبو بس هو اللي متضايق منك يا حلو انت. فبيرد هينوميا بيقول انا عارف ان انا غلطان بس ما اقدرش اسيب هيوبو لوحده، وبعد التفكير بتوافق الملكه اكاشي ان هينوميا يروح معاها. بنروح بعد كده للمدينه وهناك بنشوف ماجي وباقي الشله، واضح كده ان هم هربوا قبل ما السفينه تغرق. المهم ماجي بيركب شريحه المعلومات اللي وصلت ليه في الجهاز بتاعه وبيكتشف ان يوجوري لسه بخير، ولكن اخر موقع قدر يوصل له ليه بخصوص يوجوري كان في قاعده تابعه للقوات الجويه الامريكيه. نرجع بقى للقصر من جديد، واول لما هينوميا بيروح لاوضه هيوبو بيقول له انا هسالك سؤال واحد بس، هل انت قابلت صاحب الصوت اللي كان بيكلمنا انا وانت لما كنا مع بعض في اخر مره على السفينه؟ فبيرد هينوميا وبيقول له بصراحه قابلته مره واحده بس. فهيوبو بيقول له حلو خالص، قول لي بقى اي حاجه تعرفها عنه. هينوميا بيتكلم وبيقول له الموضوع ده حصل لما الولايات المتحده اكتشفتني وعرفوا ان انا بمتلك طاقه السبير. لقيت الشخص ده بيعرض عليا ان انا انضم ليهم، وفي اللحظه دي بيمسك هينوميا من هدومه وبيقول له طب عرفنا الشخص ده كان اسمه ايه؟ فبيرد هينوميا وبيقول له بس بصراحه ما اعرفش اسمه، وكل اللي اعرفه ان هو الشخص ده ياباني زيك بالظبط، ولما قابلني قبل كده كان عنده اثار اصابات في وشه من الحرب الاخيره. في اللحظه دي هيوبو بيتجنن وبيقول معقول هل هو القائد ايجي؟ طب ازاي هو مش مات اصلا؟ وعشان ما تنساش يا صديقي ايجي ده هو القائد اللي كان عاوز يقتل هيوبو لما قال له قوتك دي محدش هيستغلها غيري، وضرب هيوبو 3 طلقات والمفروض ان هيوبو فرتكه بعد كده، فالغريب ازاي ده فضل عايش. ساعتها بقى هيوبو بيفقد الوعي وبيقع على الارض. فيا ترى هل ايجي لسه عايش فعلا؟ ولو لسه عايش ده حصل ازاي مع ان هيوبو فرتكه حتت قبل كده؟ وهيوبو هيتصرف ازاي في الحل اللي هو فيه ده؟ وهل هيقبل هينوميا معاه مره تانية ولا هيرجعوا يتخاصموا تاني ويبقوا اعداء؟ كل ده واكتر هنعرفه في الاقسام اللي جايه. فما تنساش يا صديقي تعمل لايك للفيديو ده وسبسكرايب في القناه وتصلي على الحبيب المصطفى، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، ويا رب كلكم تخشوا الجنه وانا معاكم، وسبحان الله وبحمده سبحان ربي العظيم. صلوا على النبي وسلام.